انا هي اللي سحرت لختي بدا من الحي ديالها حيت غرت منها. انا عندي 29 عام، لا ليسونس في الاقتصاد. عندي خويا كبر مني واختي صغار مني. حنا من الناس اللي ما عندهمش وما خاصهمش. عندنا العائله كبيره تبارك الله. ملي كتكون عندنا شي مناسبه كنديروها في الصيف، حتى كنكونوا مجموعين كاملين، وحتى العائله اللي عندنا على برا كتكون حاضره. الصيف اللي فات واحد العائله من جهتنا ريحه الشحمه في الشاقور جاو للعروبيه باش يديروا لبنتهم العرس. تجمعنا كاملين وكنخو العروسه زوين وظريف واي وحده تمناه. عجبني وقلت هذا هو اللي بغيت. نشوطي وضحوكي وظريف وكيعيش على برا. كنت كنخليه يرد ليا البال بالشقه بالضحك بالنشاط، وكنت كنشد في ماماه، وتا هي كانت الله يعمرها دار كتضحك مع كاع البنات. المهم انا دغيا درت بلاصتي وسط منهم، العكس ديال اختي كانت غير سكوتيه وداخله سوق راسها. المهم سال العرس كل واحد فينا مشى بحالاتو، وانا من نهار جات وانا عايشه الاحلام غير بوحدي مع خو العروسه. ما كنتش من العاكزين، دخلت للفيسبوك وقلبت على الكونط ديالو وليت كل نهار كندخل نشوف تصاورو. حتى جات واحد صاحبتي وعاودت ليها كلشي وقلت لها يا ربي طلبي معايا، طلبي معايا يكون من النصيب ديالي. قالت لي وحتى لا ما كانش نكونوه. قلت لها كيفاش؟ قالت لي شنو بالك نديك عند واحد الشوافه دير لك القبول باش يجيو عندكم برجليهم. قلت لها لا لا شنو تتقولي داكشي انا ما عنديش معاه. قالت لي مالكي معقده راه غير القبوله الهبيله. دورتها في راسي قلت لها واخا ولكن بشرط حتى شي واحد ما تكون في خبارو. الغد اللي مشينا وانا شاداني الخلعه، قلت لصاحبتي صافي غادي نرجع لهذا الشيء ما عاجبنيش. قالت لي جلسي الارض انت ما كتسمعيش. باقا ما كملتش انا ويا الهضره وهي تجي عندنا قالت لنا دخلوا. دخلت لعندها عاودت لها قصتي كامله. قالت لي عطيني سميت الولد، وهي بدات تمتم ناري انا تما صفاريت ما بقاش ليا الدم كيدور ليا في ذاتي. عطاتني واحد الحنه وقالت لي دردريها قدام باب داركم. خلصت وخرجت وفعلا مشيت درت داكشي اللي قالت لي. دخلت للدار صفرا ومن داك النهار وانا كنحلم غير امتى غيوجدوا يدقوا علينا الباب. دازو ايام كثيره لا حس ولا خبر حتى نيست وفقدت الامل. حتى لواحد النهار عيطوا لماما وقالوا لها رحنا جايين نخطبوا بنتكم، خيرنا ما يدي غيرنا. ما نكذبش عليكم من سمعتها وانا طايره بالفرحه كون عندي جناح كون طرت. جاو النهار اللي جايين فيه ما نعاودش لكم. اش منك يا شهيوات، اش منك يا حلاوه، اش منك يا بساطل. لبست وتقديت انا واختي وبقينا في البيت. تجمعات العائله وانا وليت كل مره داخله خارجه من الكوزينه باش نسمع شنو كاين. حتى تنسمع موته تقول فين هي عروسنا فين خازينه علينا. حتى دخلت علينا هي وماما البيت وتما فين غادي تكون الصدمه. مشات عند اختي وعنقتها وقالت ليها تبارك الله على عروستنا. انا تهزيت بحال لحتيني من شي جبل. صبرت راسي باش ما نعيقش وماما واختي تصدموا حيت انا هي الكبيره ومن المفروض انا هي اللي نتزوج الاولى. دخلت للحمام وبقيت كنبكي حتى تفشيت. منين تميت جايه خارجه وانا نسمعهم كيقولوا راه بغاو الصغيره، الكبيره دابا يجيب لها ربي رزقها في بلاصه اخرى. كل واحد يدي على اللي مكتاب ليه. عيطوا على اختي قالوا لها شنو بان لك. اختي هنا حشمات وتزنقات حضرت راسها ودخلت للبيت وانا قلبي كيتحرق. ركب فيا الحقد والكره من جهه اختي. درت راسي ما مسوقاش لهادشي كامل وانا قلبي معلم بيه غير الله. جات عندي اختي قالت لي شنو بالك في هادشي كي جاك. قلت لها وا اللي بالك وزيدو ماشي شي حاجه. معيت نعيب ليها فيه والو اختي ما مسوقاش. خداو نوامر بعضياتهم ولاو كل نهار كيهضروا بالليل وانا كنتحرق ما كيجينيش نعس كنبقى نتقلب. حتى قلت هدا انا خاصني ندير شي حل لهادشي كامل. وهما كيوجدوا في العرس وانا ما مسوقاش ليهم كاع. عيطت على ديك صاحبتي قلت لها يلاه معايا لديك الشوافه. قالت لي علاش بغيتيها؟ قلت لها شوفي هي اللي دارت لي هادشي اللي تفكني منه. قالت لي خلي عليك اختك في التقار، خلي راه هادشي ما كيسلكش. قلت لها ماشي سوقي، قلت لك غتمشي معايا غتمشي معايا. مشينا عندها قلت لها شوفي انت اللي درتي لي هاد المشاكل انت اللي تفكني من هادشي، انا ماشي هادشي علاش اتفقت معاك. قالت لي الله يهديك سيري دابا ربي يجيب لك رزقك اجي ندير لك القبول وبعدي من اختك. قلت لها لا هي لا انا هو اللي بغيته وبغيتك تفرقيهم. قالت لي واخا جيبي لي شي حاجه من حويجات داخليه وتصويرته. رجعت للدار هما كانوا ملهيين مع العرس ما داو ما جابوا فيا. مشيت لماكينه الصابون كنكونوا جامعين فيها الوسخ، خديت لها حويجات داخليين وانا لقيت واحد الفوطه صحيه مستعمله حتى هي هزيتها واخا ما قالتهاش ليا، هزيتها بلا هوايه. مشيت للسيبر خرجت لهم تصاورهم وديتهم معايا. قلت لها وهاكي شدي انا جبت لك المعلوم. قالت لي كوني هانيه. صيبت لي داكشي شي كمامات وشي كتوبه وشي ما عطاتو ليا. قالت لي الكتاب ديريه لها في المخده اللي كتنعس فيها والماء خصها تخطاه وهاد الكموسه خدناها عندك تنقول لك اش ديري بها. فعلا داكشي اللي درت غير وصلت دخلت البيت ودرت لها كتاب في النسند. ديك الليله ما نعساتش، ضربوا بجوج والليل كامل وهي كتبكي ومخنوقه وانا ما كذبش عليكم فرحانه من الداخل. غير الصباح وبدات كتقيا وتجي على راسها.
ماما وبابا تخلعوا، ولكن في الاخر قالوا راه غير ستريس ديال العرس، داكشي علاش بقاو مخاصمين ديك المده كامله. وجا نهار العرس ولكن باقي ما تفرقوش. مشيت كنجري عند الشوفه قلت لها هادو باقي ما تفرقوش. قالت لي الكم موسى فين هي؟ قلت لها ها هي. قالت لي ديريها ليها في البيت اللي غادي تبدل فيه. داكشي اللي كان. رجعت للدار، مشيت للصالون، لبست، تقاديت، سبقتهم انا الاولى للقاعه، ودرت داكشي في البيت اللي غتبدل فيه العروسه. جابوها من عند الكوافوره ديريكت لابسه اللبسه الاولانيه، داروها في العماريه وضحكوا ونشطوا وتصوروا، وردوها تبدل اللبسه الثانيه. حتى جات النقافه كتجري، جات عند ماما وقالت لها بنتك ما عرفتش مالها. ماما وبابا مشاو كيجريو لعندها، لقاوها طايحه في الارض وكتغوت، كشاكشها خارجين وكتعواج. داكشي كان كيخلع. انا بقيت مصدومه. كنشوف النقافه قالت لماما بنتك راه عندها سحر، هادشي راه فعيل السحور. واخا كان الجوق ديال الخدمه ديالو باش الناس ما تدي ما تجيب في هاد الصداع، ولاني صوت اختي كان مجهد وسمعوها. كانوا معنا واحد جوج الناس متدينين جاو قراو عليها، غير بدات كتسمع في القران وبدات كتغوت وكتبكي. هنا ماما تيقنات ان كاينه شي حاجه ديال السحر بصح. بدات هي والنقافات كيريتلو في البيت حتى لقاو داكشي اللي انا خادمه. هما ما قدوش يقربوا لي، ما قدوش يحلوا. ويجي خويا قال لهم انا اللي غادي نحلها. حلها ومشيت تتمنى داكشي. شي طرف من الفوطه الشمسيه فيها دم الحيط وعقرب صغير وداكشي داكشي كيخلع. ماما بدات كتندب وكتغوت وقالوا كانوا باغيين يرزيوني في بنتي. وكلت عليهم الله، وكلت عليهم الله. والناس اللي كانوا تما كلهم كيقولوا حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان حيله وسباب. جات لامبيلونس داتها للسبيطار 6 ايام وهي فيه. من داك النهار وهي كطيح وكتعواج وكتغوت. راجلها مشى على برا حيت كانت عنده الخدمه، ولاني بقى كل نهار كيعيط، بقى مبرزط من جهته لا هو ولا عائلته. في الاخر ماما قالت لهم شوفوا هادشي راه ما مسلكش، هادشي اللي بنتي غادي يطوال وانا ما بقاش رابطاكم معانا. الله يسهل على كل واحد فيكم. وفعلا تفرقوا وطالقوا. وليت كنشوف اختي وكيجيني تانيب الضمير، ما كنعس لا بالليل لا بالنهار، كنبكي وما كنخليهمش يشوفوني. عييت لواحد الدرجه ما كتصورش. وفي الاخر قررت انني نمشي نصارحهم. خليتهم حتى كانوا مجموعين، ماما وبابا واختي وخويا، وقلت لهم انا هي مولات هذا الشيء، وانا السبب اللي وصلت اختي لهذا الشيء كامل. وعاودت لهم من الاول فاش مشينا للعرس حتى النهار غندير لها داك الشيء. ماما تصدمات، اختي سدات ودنيا وهربت للبيت. خويا ناض ضربني، كان غيقتلني عصا. كون ماما ما اللي فكاتني. ديتو من عند ديك الشوافه باش تحل لنا داكشي اللي دارت اولا تلقى لنا حل. قالت لنا ما عندي ما ندير لكم. وقالت ماما انا راه قلت لها تبعد من ختها وندير لك القبول، دابا ربي يجيب لك محسن منه. وهي ما بغاتش واصرات وجرات علينا. من داك الوقت وانا منبوذه في الدار، ما كاينش اللي كيحملني. خويا كيدفل عليا وكيقول لي عار على كلمه اختي، ما تستاهليهاش. الله يخلصك والله ياخذ فيك الحق دنيا واخره. عييت، هزيت حوايجي وهربت، مشيت للعربيه عند جداتي. ما تسوقوش ليا، ما عرفوني واش مشيت ولا بقيت. حتى عيطت لهم جداتي قالت لهم فلانه راه عندنا. بكيت حتى عييت، طلبت ربي شافي اختي ويسمح ليا. ولاني رجعت للدار طلبت منهم المسامحه، بزت لهم على رجليهم. سمحوا ليا ولكن غير من الفوق، ما كاينش اللي كيهضر معايا ولا كيدويني. نستاهل اي حاجه وقعت ليا، نستاهل. انا اللي درت داكشي كله بيدي. من بعد داك العام المشؤوم باقي قاطعين الغايه، ولكن الحمد لله ان اختي بدات كتوقف على رجليها وبدات كترد في صحتها بشويه بشويه، صحتها اللي رزيتها فيها.